بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرسا او اي نوع بوتاجاز، فالفيديو ده مهم جدا عشان صاحب البوتاجاز بس ما نكلفوش كتير. المحابس ديت البوتاجاز ده لما اتركن في محابس مسكت قفشت جامد. الحل بسيط جدا في الاول، لان في ناس بتتعامل معاه باسلوب بتبوظ المحبس، بتجيب سكينة ومفك بتكسر المحبس خالص. ادي ده المحبس ده جامد. فاول حاجه احنا هنقفل الغاز وهنقفل الازاز بتاع البوتاجاز، وهتجيب كرسي صغير او حله مثلا. مهم انك انت تقلب البوتاجاز سنه لورا، تخلي البوتاجاز مكفي لورا شويه. ادي الاتنين دولت هما اللي ماسكين جامد، الباقي شغال حلو. هي كويس ان صاحبه البوتاجاز قالت لي في ساعتها، فالحل كان بسيط جدا. سرنجه وفيها شويه جاز ابيض كده، شويه جاز كده اهوت، وفي المحبس من جوه. طبعا انا لما انزل شويه الجاز كده والبوتاجاز مايل لورا هيوصل للجزره اللي هي القفش. الجزره اللي ماسكه جامد كده كده الجاز هيوصل لها اهو. في خرم صغير في المحبس كده بحط له شويه جاز. الجاز ده هيلين المحبس شويه من جوه، لان الجاز دوت بيخش في الجزره من جوه. طول ما انا قالب البوتاجاز يبقى كده راح على الجزره على طول. وبرمي شويه جاز برضو كده فوق الصبع النحاس كده اهو. اسيبه بس يعني مش هيكمل 5 دقايق، يعني هيسيح على طول الجاز ده يعني كويس. وبجرب بقى بعد كده بالمفتاح ده مبدئيا. يعني اول ما اهو ده اشتغل الحمد لله، ده اشتغل كويس اهو. اهو بقى خفيف جدا اهو بشوية الجاز. احنا وفرنا تمن المحبس وتمن قصة كبير عشان يتغير. ده لسه جامد شوية. بص بقى اللي انا هعمله في ده بقى، ده جامد شوية. هزود له شوية تاني كده. ده الشغل كله في ده بقى. محدش يشتغل بسكينة ولا معلقة ولا مفك بين المحبس، هيكسره لان دي ضعيفة جدا. فانا بجيب بنز كده اهوت، وبشد المحبس لجوه والبره، لجوه والبره، احركه بس. طالما اتحرك كده ان شاء الله هيشتغل اهو. واحدة واحدة انا احس بس انه اتحرك شوية، ابتدي افتح بقى اهو. كده بيتحرك معايا اهو. اهو فتح معايا اهو، سنة صغيرة سنة صغيرة بيبتدي يلين معايا. واجرب بالمفتاح. مفتاح لو جامد يبقى لسه لا، ده اشتغل اهو الحمد لله بقى كويس اهو. كده اشتغل. كده احنا وفرنا تمن محبس وتمن المصنعية، لان المصنعية تبقى اغلى من المحبس، لان انت بتحل البطارية كلها عشان تغير المحبس. فده حاجة بسيطة جدا. ما تنساش بس تدعي الوالد الله يرحمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.